قصة فيلم اليوم هي قصة حقيقية وبطلها إيرل ستون، راجل في التسعينات من عمره وعايز يعيش في آخر أيامه إنه يكون بعيد عن الناس وحتى بعيد عن أهله. كل اهتمامه إنه يزرع شوية ورد ويدخل بهم مسابقة عشان ياخد المركز الأول كأجمل ورد، وهنا ما يحضرش فرح بنته ويروح مع أصحابه في البار يحتفل بالجايزة وعادي عنده طز في البنت. قرر ستون يترك البيت اللي كان عايش فيه لوحده بسبب ظروف مادية وياخد عزاله ويروح عند بيت أهله ويقابل حفيدته اللي واضح إنها بتحبه رغم غيابه عنها. تقول له تعالى أوريك خطيبي ونشوف بنته اللي مش عايزة تشوفه بسبب إنه محضرش فرح. وهنا مراته بتقول له أنت جاي أكيد عشان مش لاقي مكان تعيش فيه، مش جاي عشان تحضر فرح بنت. بتقول له انت طول عمرك عايش لوحدك وبتفضل الشغل عننا ووعدتني انك تصرف على حفيدتك وتصرف على جوازك. بيقول لها انت تفضلي طول عمرك عقربه وانا كنت شغال ليل نهار عشان اوفر لكم فلوس تعيشوا منها، وبيسيبها ويمشي. وبيندع عليه واحد من اصحاب حفيدته وبيعرف منه انه كان شغال سواق لمده 21 سنه وعمره كان بيعمل مشاكل. الولد ده بيقول له انا اعرف ناس عايزه سواق ويدفعوا لك فلوس كويسه وتقدر تساعد حفيدك. يروح ستون على العنوان ويلاقي حرفيا ناس مجرمين ويحطوا له شنطه في العربيه ويدوا تليفون ويقول له ما تتصلش بحد، انت بس ترد عليه. يقول له انت هتروح عند الفندق اللي في العنوان وهتسيب العربيه والمفاتيح وهترجع تاخد فلوس. حذروه انه ما يفتحش الشنطه وهددوه انه يعرفوا عنه كل حاجه. فعلا راح وساب العربيه ورجع بعد ساعه لقى فلوس كتير قوي على المشوار اللي هو قضاه، وبسرعه رجع على فرح حفيدته وكانت فرحانه بيه جدا وشكرته على الفلوس اللي دفعها. راح قعد مع مراته عشان يرجع الميه لمجاريها لكن نكدت عليه ومفيش فايده. وقدر ستون يرجع البيت القديم ويجيب عربيه جديده، وراح للعصابه تاني وطلبوا منه نفس اللي عمله. يروح نفس الفندق وكسروا الموبايل القديم واداله واحد جديد، لكن المره دي الشحنه كبيره والفلوس كتير. لكن ستون طماع وفضل مكمل معاهم ومكانش يعرف ايه اللي في الشنط. لكن في المشوار التالت فتح الشنطه وعرف ان فيها مخدرات. وفي نفس الوقت كان في ظابط على الطريق بيقول له انت ليه واقف كده؟ بيقول له ابدا انا معايا اكل موديه لابني. وهنا الكلب فضل ينبح وراح يشوف الظابط، وهنا عرف ستون ان الكلب بينبح عشان شامم ريحه المخدرات. راح خد معجون اسنان وفضل يعمله على ايده وراح يحط على وش الكلب عشان يداري اي ريحه عن الكلب. الظابط بياخد الكلب وبيتاسف له وتعدى على خير. وهنا الفلوس تكتر معاه وبيقرر يشتري اماكن خاصه بالناس المحاربين بتوع زمان ويدفع المديونات اللي عليه. وبعدها بيعمل مهمه رابعه وبينجح فيها. فاخبار ستون بتوصل لرئيس العصابه في المكسيك وبيكلف واحد يراقبه. بيروح لستون بيقول له ما تغيرش الطريق ولا تقف في العربيه وتلتزم بمواعيدك، وبيعامله وحش قوي. وبدات المراقبه وستون بيشوف عربيه لناس عطلانه في الطريق بينزل يساعدهم، وده طبعا بيضايق المراقبين. وفي الاخر ستون بيغير طريق يروح على العنوان بمزاجه وبيحطهم في مشاكل وهو ولا في دماغه. وهنا جوستافو اتصل بالزعيم بيقول له انا هقتله عشان مش بينفذ تعليمات. فرد عليه ويقول له خليه يعمل اللي هو عايزه طالما بينجح في الاخر، لان التصرفات بتاعته العفويه بتخلي اي حد ما يشكش فيه. مكافحه المخدرات لاحظوا ان عمليات التهريب زادت ومش عارفين مين اللي ورا كده. قدروا يجندوا واحد من عصابه التهريب وفضل يديهم معلومات على لون العربيه وشكلها، وفي الاخر ما وصلوش لحاجه. ومن ناحيه تانيه ستون قدر يحطم رقم قياسي بتهريب 282 كيلو كوكايين. الزعيم جابه عشان يشكره بنفسه. ستون حضر حفله تخرج حفيدته وكالعادة مراته نكدت عليه وتقول له انت جبت الفلوس دي كلها منين والغنى الفاحش اللي انت فيه، ففضل يطوه في الكلام. رئيس العصابة بيتقتل واللي قتله مش بيثق في اي حد واولهم ستون، وبعت له ناس يفهموه انه ينسى كل القديم ويطبق المعلومات اللي هيقول عليها، ولو خالفت التعليمات هتتقتل. وفي نفس الوقت مكافحة المخدرات بتفتش اي عربية سودا شاكين فيها ويجي لهم معلومة بالفندق اللي هيروحوا ستون، لكن مش تبعوا في حد تاني. الصدفة الغريبة انه يقابل الضابط وبيتكلم معاه ويقول له انك تهتم ببيتك اكتر من ما تهتم بشغلك عشان ما تندمش زيي، ويسيبه يمشي. حفيدته بتتصل بيه بتقول له ان مراتك بتموت وانت لازم تيجي، فبيقول لها لا انا عندي شغل كتير ومش هينفع اجي، فبتقفل السكه في وشه. فبيقرر يرجع بعد ما انبه ضميره. قرر يلغي المهمه بدون علم العصابه ودي مصيبه وممكن يتأذي بسببها. بعدها بيدخل عليها الاوضه وبتنكد عليه بتقول له انت ليه جيت
انت مش في الوصيه. فبيقول لها مش مهم انا جيت ليه، المهم اللي انا جيت. بتقول له انا فرحانه بوجودك ومش عارفه ليه. بتقول له انا عايزاك تقول لي بكل صراحه انت بتجيب الفلوس منين. فبيقول لها انا شغال مهرب مخدرات ومعايا 308 كيلو كوكايين في العربيه. افتكرته بيهزر وبتقول له احنا المهم انت مش المهم الفلوس. بعدها بيطلع يقعد بره وبتجيله بنته وبيقول لها اسف انا كنت اب فاشل. وفي نفس الوقت العصابه بتدور على ستون وبترن عليه ومش بيرد. الشرطه قدرت تتجسس على تليفون واحد منهم، وهنا ستون لسه جنب مراته وبتقول له ان هو حب حياتها وهو قال لها انه بيحبها، وقالت له ان اليوم ده احسن يوم في حياتها، ولكن بتموت. وبعد ما بيخلص الجنازة بيرجع البيت ويهجموا عليه العصابة بيقولوا له انت لازم تنفذ التعليمات يا اما نقتلها. يقول لهم انا مراتي ماتت وانا كمان مستعد اموت وعادي. اتصل على الزعيم وقال له اللي حصل وبيقول له خليه يكمل العملية وبعدين نقتله. الشرطة كانت سامعة المكالمة وقدرت تحدد مكان ستون واتقبض عليه. وبعدها ستون بيتقدم للمحاكمة، وأثناء ما المحامية بتدافع عنه إنه محارب قديم وكان شريف وبيدافع عن بلده، فاجئ كل الحضور بجريمته واعترف بيها واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وطالما بقى وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس. يلا باي ونشوف وشكم على خير.